تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالبليدة من تفكيك عصابة مختصة في الاعتداء على المواطنين وأملاكهم، وهذا إثر عملية مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على جميع عناصر العصابة. التفاصيل مع كريم الأشمط. اختلفت تفاصيل الاعتداء عليهم، لكنها اتفقت في إلحاق الضرر بهم والمساس بأملاكهم، والقاسم المشترك مرتكبيها. صادفت اثنين من العصابة يحملون أسلحة بيضاء، ومن وراء كانوا هناك اثنان أيضا معهم، وكانت الحادثة هكذا، حيث أخذوا دراجة نارية وهاتف نقال مع عدة ضربات على مستوى الوجه العينين، مع إحداث ضرر لمدة 30 يوم مع كسر في الأنف. الحقت لواحد الطريق اللي نروح نعاود نولي فيها، واحد الدودانة اللي هي ممهلات. حبست، كان صاحبي كان هو اللي كان يسوق، ثم كي فرينا تعرضنا لهجوم متوحش من شخصين. ثالث كان عندي في يدي بوتيرة يدي اليمنى اللي كنت نخدم بها. جاني واحد مجرم هذايا رافد معه 80 كبيرة، تعدى شغل القريساني، نحالي تليفون، نحالي دراهم، هز الوحدة عطاني هنا، حلل لي هادي، زاد عطاني هنا، زاد عطاني هنا. كنت مدخل الدراجة النارية تاعي للمنزل، ما تعرضت الهجوم من شخصين بالسيوفة، بداو نهلوا عليا بالضرب بالسيوفة. كنت معلي كان البرد في الليل، كنت بالزوج زوج فيستات، سما الفيستا الاولى تقطعت، والزوجه الجلديه كما يقولوا لقت لي، تلقت ضربات على مستوى القلب ومستوى اليد. ولأن عيون أعوان الشرطة لا تنام، فإن العصابة كانت محل تعقب من قبل الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالبليدة، بناء على معلومات وصلتها، لتنجح في إلقاء القبض على كامل عناصر الشبكة الإجرامية في مقر إقامتهم. تمت العملية بإيقاف 5 مجرمين. الفتاة هذه ضبطت رفقة المجموعة الإجرامية هذه، كانت تنشط على محور المدخل الشمالي لمدينة البليدة. الأدوات التي كانوا يستعملونها أثناء الاعتداءات سيوف من مختلف الأحجام وخناجر، إضافة إلى قارورات المولوتوف استعملت ضد مصالحنا. ليبقى التصدي لمثل هذه العصابات مرهونا بمدى وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عنهم، حتى تتكلل جهود أعوان الشرطة بالنجاح والحد من مثل هذه الاعتداءات.